رمضان مروح، رمضان مروح، رمضان مروح وجايب لنا عيد وعود يا ليالي الهنا، نور النبي عيد وتعود علينا وعليكم بخير ولا يخلف مواعيده، وفي اخره يا ناس بنفرح بيوم عيد. تاخد ايه في الشنطة؟ تاخد ايه في الشنطة؟ تاخد غيار؟ ياخد غيار معاه اول ما بيطلع من الكلية على طول، ما يخلص اخر محاضرة يدخل يغير عشان الجو حر يرجع براحته. صعب الجو هنا حر جدا جدا يا جماعة، صعب. النت تهدي حيلي من صباحية ربنا. بصوا كنت عمالة برش مبيد وانضف السجاجيد، طبعا اهي مطبقاها نشفت، ودي السجادة اهي برضو اللي كانت فوق في اوضة النوم برمتها وشلتها، يعني اتغسلت ونشفت. هبتدي بقى ان انا اخزن السجاجيد ديت حاليا، وحتى السجاجيد اللي انا حطاها على الارض ديت من بعد العيد انا هشيلها لان الجو حر قوي، مش مستاهله يا الواحد يحرر نفسه اكتر. طبعا زي ما انتم شايفين انا قلبه الدنيا ازاي، بعمل معمول وبعمل غريبه، لان ابني فرقان عايز يدوق صحابه الغريبه المصري والحاجات بتاعت العيد المصري، بس قال لي لا مش عايز كعك، وانا ولادي مش عارفه ليه ما بيحبوش الكعك، ولا انا اصلا بحب الكعك، اكتر حاجه بحبها الغريبه، فيمكن انا بهت على عيالي فبقى هم كمان ما بيحبوش الا الغريبه، ما فيش الا عدل بيحب البسكوت. فهعمل بقى دلوقتي هعمل معمول وهعمل غريب علشان ابعتهم لابني. وطبعا امبارح تعالوا بقى اوريكم حاجه، بصوا انا بعمل اهو. فرقان شاف امبارح الفيديو وشاف ان احنا عملنا باميه، فعايز هو كمان، فالنهارده هعمل باميه مره تانية علشان ابعت لفرقان. طبعا عامله الحجم صغير قوي، ده بسبب ان ابني قال لي ما تكبريش، اعملي حجم صغير عشان اللي ياخد واحده ياكلها كلها. واو على الباميه، بصوا اللون. تعالوا بقى اوريكم اسلام بعت لي ايه. طبعا هو بيطمني دايما، بصوا بصوا الجمال. طبعا هنا بعت لي اول ما وصل المطار زي ما انتم شايفين، ده اول ما وصل للمطار. تمام. طبعا هنا بعيط علشان هو سافر. بقى اوريكم، بصوا بقى بعت لي ايه، عشان انا بقول له كل يا اسلام، فباعت بيوريني ان هو بياكل. طبعا بصوا ده تقريبا فرن وبيخبزوا فيه تقريبا كده. اول مره اعرف ان في كوريا. بصوا ده تقريبا المكان اللي ساكن فيه، مش عارفه بقى بالظبط. اسلام ملوش في التصوير، يعني بصوا سلام. طبعا هو بيتفسح اهو، بس للاسف مش مصور لي نفسه، فانا بقى بعت له مسج قلت له ما ينفعش يا بابا، صور لي نفسك وانت في الاماكن ديت، مش تصور لي الاماكن. انا هعمل انا ايه بالحاجات اللي انت مصورها؟ انا عايزه
انت وانت جوه الاماكن ديت. يا سلموني، صور نفسك انت كمان وانت موجود في الاماكن ديت، عايزه اشوفك انت، مش عايزه اشوف المراجيح. سماسيمو، ما تحاول كده يا بابا تيجي تحضر معانا العيد. حاول كده يا بابا، يعني حاول لو في حد يمسك الشغل بدالك يبقى تمام قوي، وتعالى بابا احضر معانا العيد وتروح تصلي معانا صلاة العيد، ونروح تزور ابوك كمان يا حبيبي، بقالك كتير ما روحش. دي العلبة اللي انا عملتها قريبة لابني، دي هيلف بيها في الشغل. بصوا حاططها له الحاجة بقى، العلبة المتاحة عندي اهي، هيلف بقى بيها في الشغل ويعزم على اصحابه زي ما انتم شايفين كده. لسه بقى طبعا عامله علب اهو. طبعا حاطه الاكل الفرقان من بدري، حاطه له طبق اهو على قد الفطار بتاعه، حاطه بس عشان يبرد، عشان لما احطه في كيس، لان العلب اللي عندي كلها خلصت على عيالي. كل اللي بياخد مني علبه بغطاها ما برجعهاش. كده حسيت بامي لما كانت تقول لي يا بنتي الايه انت واخده العلب بغطشانها وما بترجعهاش. انا بقى عيالي بيعملوا معايا نفس كده. تعالي بسمه بقى غريفي رز، حطي هنا. كفايه، وريني كده حلوين. طب اقفلي الرز الاول. كان معايا اساتك كتير قوي ممكن في شنطتي، حطي بقى على جنب. بالراحه، تاخدي معلقه احسن تزقي بيها عشان ما نبهدلش الكيس. طب استني، طب ستوب. طيب ايوه انت كده بهدلتي الكيس. هاتي بقى معلقه اهي في الطاسه كنت بحط بيها. نحط الاول جوه ونعمل ميه بعدين. طب بالراحه بس عشان ما تبهدلهوش. حلوين حتت اللحمه دي عليه. ايوه. اطلقي بقى الباقي بالطبق مفيش مشكله. طبعا زي ما قلت لكم هم خلصوا لي العلب، فانا مضطره احط في كيس، هو يقلبه عنده حطه بقى في الميكروويف يسخن. تمام، لان انا قافله عليه من بدري عشان يبرد. يلا شدي بقى. ايوه ربطي. طبعا التلج تخصص اتقان مبشر، بس هم النهارده لسه ما جوش لحد دلوقتي في الجامعه، فبسمله هي اللي راحت جابت التلج. يلا بقى قومي عشان نبعت الحاجه لاخوكي، مفيش وقت. طبعا دلوقتي فاضل اقل من نص ساعه ولسه اتقان مبشر ما جوش. ربنا معاهم يا رب، ويا رب يرجعوا بس قبل الفطار. طبعا هم ماشيين مفكرين ان عندهم محاضره واحده بس النهارده مدتها ساعتين، فكانوا مفكرين هيرجعوا الساعه 3 بالكتير او 4 يكونوا موجودين. بس اتصلوا عليا قالوا لي جدت عندهم محاضرات جديده، عندهم حاجات يعني، فممكن ما يلحقوش يرجعوا على الفطار. فيا رب يا رب يا رب، دلوقتي الساعه 6:03 فاضل اقل من نص ساعه، يا رب بس يلحقوا يجوا. مبشر بيتصل عليا بيقول لي لو كنت اعرف ان احنا هنتاخر كنت خدت معايا بلح. لما بيبقوا هيتاخروا في الطريق بياخدوا معاهم، لما يبقوا هيتاخروا في المحاضرات بياخدوا معاهم بلح، على اساس ان هم يعني اسمها ايه، يفكوا صيامهم لحد ما يرجعوا. طبعا الحاجه وصل يحطها له تحت، يحطها له في العماره من تحت. قولي له في مكان بيحطوا فيه الحاجات اللي زي كده، في مكان بيحطوا فيه. طبعا زي ما انتم شايفين الحاجات على الارض، السجاجيد اللي انا غسلاها مطبقاها، قلت بقى بعد الفطار لاني مش قادره بصراحه. واحده التانيه اهي الكبيره دي، الكبيره ديت بقى دي مش قادره اقول لكم،
يعني تقيله تقل بقى الواحد ما يعني دراعاتي بتتخدل لما بغسلها. دلوقتي طبعا 6:15 زي ما انتم شايفين على الشاشه. تعالوا بقى ايه نتصل على حد في الولاد. خلينا نتصل على مثلا اتقان، نتصل على اتقان ونشوفهم وصلوا لحد فين، نشوفهم بقى في الجامعه ولا في الطريق. تعالوا نتصل على مباشر. نتصل على مباشر. كنسل. كنسل بمعنى يا اما في العربيه يا اما على الشارع. طالما كنسلوا يبقى يا اما في العربيه يا اما وصلوا على الشارع، الله اعلم بقى. وصلوا هم، عشان كده كنسلوا عليا. تعالوا نشوف، عشان كده كنسلوا وانا قلت لكم كده. وعليكم السلام يا حبيبي. تأخرت بس الحمد لله. الحمد لله. اهلا، عليكم السلام يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله. بسمله راحت جابت. طب يلا سريع سريع دلوقتي 17 دقيقه. فاضل 12 دقيقه. يلا غير انت كمان. غير. في عصير شرقة ما حطيتش ليه؟ ايه هو؟ هتشرب ميه؟ ببدأ بالمية العادية. طب تمام، والبلح جوه على الرخام. ماشي. ممكن نشوف البتاع بكره صح؟ مظبوط.